السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنحل يا شباب امتحان الجبرا المسار المصري 2023 الاختبار اللي بتاع السفارة او بتاع ابنائنا في الخارج اللي هو المسار الخاص بالمسار المصري الجبرا 2023. طيب نبدأ بالمالتيبل تشويس. بيقول لي هنا the smallest natural number يا شباب هو الزيرو. اوكي طيب بعد كده بيقول لي if the curve of quadratic function f of x equal ax power 2 plus bx plus c doesn't intersect x axis يعني ما بيقطعش x axis. خلي بالك مش بيقطع x axis. اوكي يبقى النمبر بتاع السوليوشن اوف ايكويشن كام؟ زيرو. شطار. لان احنا عندنا السوليوشن بتاعنا هو النمبر اوف انترسكشن ويز اكس اكسس، فلو قطع في بوينت واحده يبقى 1 سوليوشن، قطع في 2 بوينت يبقى 2 سوليوشن، قطعش خالص يبقى مفيش سوليوشن. بالمنظر ده كده يا شباب، ادي الكيرف اهو، ده الكيرف بتاعنا ما قطعش خالص. طب لو كده لو تاتش اكس اكسس بالمنظر ده كده يبقى 1 سوليوشن. طب لو بالمنظر ده كده نقطتين 2 بوينتس يبقى ايه؟ 2 سوليوشن. Question number 3. x square minus y square equal 9 and x minus y equal 1 then x plus y. السؤال ده كان دايما بيتكرر في تانية اعدادي بشكل غير طبيعي في الاختبارات اللي لو تفتكروا في تانية اعدادي كان كل اختبار تلاقي فيه السؤال ده. طيب ما احنا عارفين يا مستر ان x سكوير ماينس y سكوير عبارة عن ايه؟ عبارة عن x بلس y في x ماينس y، يعني x ماينس y في x بلس y الاثنين دول مع بعض ملتبلاي بعض هما x سكوير ماينس y سكوير. طب x ماينس y ب 1، 1 ملتبلاي كام يدينا 9؟ 1 ملتبلاي 9. طيب الكومن دومين للتو فراكشنال فانكشن دولت x ماينس 1 اوفر x و 5 اوفر x بلس 3 هيكون عباره عن ايه؟ r اكسبت زيروز اوف الدينومينيتور الاولاني والزيروز بتاع الدينومينيتور الثاني كمان، يعني الاثنين مع بعض هيبقى r اكسبت من هنا 0 ومن هنا نيجاتيف 3، يبقى r اكسبت 0 اند نيجاتيف 3. ذا ديجري حته كده اولى اعدادي، ذا ديجري اوف 4xy باور 2 بتقول ايه يا احمد؟ لا مش سكند يا احمد، الاكس باورها 1 فيبقى 1 و 2 ثيرد يا عم احمد. بالظبط. ذا probability اوف certain ايفنت حته بقى مستر ثالثه ابتدائي، تمام؟ 1 certain ايفنت ب 1 الامبوسيبل ايفنت ب 0. بيقول لي هنا يا مستر مساله طبعا مباشره جدا جدا في اللي هو فيرست ليسون اللي هو solving تو ايكويشن من الفيرست ديجري تو فاريبل. نقدر نعملها بالاوميتنج بسهوله قوي، يعني ممكن نقدر ديت نعملها بالاوميتنج بسهوله جدا. هقدر اقوم قايل ان 2x يا مستر ماينس y ايكوال 4 واقول هنا x بلس y ايكوال 8. نعملهم ادنج والزم 2x مع 1 يبقى 3x y ونيجاتيف y مع السلامه 4 و 8 12 3x ب 12 يعني الاكس واحده بكام؟ ديفايد 3 يبقى الاكس ايكوال 4. طب عايزين بقى الواي سبستيتيوت ان ايكويشن في الاولى او في الثانيه اسهل لي. طب طالما الاكس 4 يبقى 4 بلس واي ايكوال 8 يعني معنى كده الواي اولسو ايكوال 4. يعني ما تنساش تكتب السوليوشن سيت اللي هي ايكوال 4 اند 4 وكلوز براكت. حلها في كلمتين اتنين بس، مسألة سهلة جدا ومباشرة ما فيهاش لا لف ولا دوران ولا فيها أي شغل ولا فيها أضرب اللي فوق في كذا ولا اللي تحت في كذا ولا الكلام ده كله، على طول دايركت على طول. طيب هنا يا شباب مسألة ادنج اوبريشن على الفراكشنال فانكشن، تمام؟ طب عايز ايه بقى؟ عايز نعمل ادنج. طب احنا متعودين يا مستر ايه اللي بنعمله؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي حفظناهم خلاص. طيب يبقى نقوم قايلين ان اوف اكس ايكوال اكس اوفر اكس بلس 4 الاولاني ما فيهوش اي فاكتورايز مريحني خالص اهو بلس اكس ماينس 4 اوفر مفيش غير دي بس هتعملها فاكتورايز اكس سكوير ماينس 16 اللي هو ديفرنس بين تو سكويرز هيبقى اكس بلس 4
في اكس ماينس 4. نطير دي مع دي. استنى يا مستر مش دلوقتي، امال ايه؟ نجيب مين يا شباب؟ الدومين ايكوال ار اكسبت من هنا نيجاتيف 4 ومن هنا نيجاتيف 4 كتبناها مره خلاص، ومن هنا 4. يبقى الدومين ار اكسبت نيجاتيف 4 اند 4. بعد كده نقدر نعمل سمبليفاي. ايوه يا مستر، مين مع مين؟ اكس ماينس 4 مع اكس ماينس 4. ايه اللي اتبقى لك؟ اتبقى لي يا مستر ان اوف اكس ايكوال اكس اوفر اكس بلس 4 بلس 1 اوفر اكس بلس 4، يعني ايكوال اكس بلس 1 اكس بلس 1 اوفر اكس بلس 4. وده الايه؟ الحل النهائي بتاعنا. ما احنا اكس ماينس 4 راحت مع اكس ماينس 4 باقي 1. 2 اكس منين يا حبيبي؟ اكس ماينس 4 ديت راحت مع اكس ماينس 4. ايه الباقي بعد ما شلنا اكس ماينس 4 من فوق؟ 1. ايوه تمام. يا حبيبي لو في اول خالص في المكتوب لو الديفرنس بين دو سكوير ما بينهم بلس ما ينفعش، نوت فاكتورايزابل، ما بيتحللش خالص. تمام. طيب طبعا لازم يجيب لك مساله عن السولفينج تو ايكويشن one of them first degree والسكند او الاذر من السكند ديجري. انت بقى لو قال لك اختار مساله لنفسك عشان تجيبها سهله مش هتختار اسهل من دي. يعني الراجل في الفيرست ديجري قال لك الواي ب 3 اديها لك جاهزه. مش انت عايز فين؟ عايز سوليوشن سيت، يعني عايز تجيب الاكس والواي. الراجل قال لك اتفضل يا عم ريان الواي هي ب 3، يبقى الراجل ادالك اصلا نص الحل. انت لو كتبت واي ايكوال 3 خدت درجه اللي هو مديها لك اصلا. تمام. طيب هنعمل سبستيتيوت بالواي اللي هي ب 3 ديت فين؟ في السكند ايكويشن دي. هيبقى اكس باور 2 بلس 3 باور 2 ايكوال 34. يعني اكس باور 2 بلس 9 ايكوال 34، يعني اكس باور 2 ايكوال 25. اوعى بقى تغلط الغلطه ديت وتقول ان الاكس ايكوال 5. برافو برافو. نقول ايه؟ ما ننساش بوزيتيف اور نيجاتيف 5. هنا بقى انت لو نسيت بوزيتيف اور نيجاتيف 5 تنقص درجات. تمام. طيب يبقى السوليوشن سيت بتاعنا يا شباب، السوليوشن سيت ايكوال 5 اند 3 اللي هي الواي ونيجاتيف 5 اند برضه 3 اللي هي الواي. تمام. المساله اللي بعد كده حفظنا، والله حفظنا يا مستر. فاكتورايز دومين سمبليفاي، فاكتورايز دومين سمبليفاي. تمام. طيب هنعمل ايه بقى يا شباب؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي اللي هنعمله نحل بقى يلا على طول، مش كده ولا ايه؟ الان اوف اكس ايكوال يلا اكس سكوير بلس 2 اكس، خد كوم فاكتور اكس. ايه اللي باقي لك يا بطل؟ اكس بلس 2. انزل تحت اكس كيوب ماينس 2، لا دي عدلوها يا شباب خلوها ماينس 27. ديت هتعدلوها تخلوها ماينس 27. دي كان غلط خطأ مطبعي في الامتحان انا فاكره ده. اكس كيوب ماينس 27 ده ديفرنس بين 2 كيوب هيكون اكس ماينس 3 والبراكت الكبير طبعا هيكون عباره عن ايه؟ على ضمانة الشخصيه اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 9. يبقى دي واحده اللي على اليمين اللي هي فوق على اليمين اللي هو نوت فاكتورايزابل. هل انت عندك عددين ينضربوا في بعض يدوك 9 ومجموعهم 3؟ مفيش، فده نوت فاكتورايزابل. ملتبلاي يلا. طب يلا مين يقدر يعمل لي ده فاكتورايز يا شباب؟ اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 9. برافو عليكم، ده نوت فاكتورايزابل. اكس سكوير ما عندناش حد ساذج الحمد لله اوفر اكس بلس 2. طيب بعد كده نجيب الدومين ايكوال ار اكسبت 3 اند ومن هنا نيجاتيف 2. بالظبط لانه نوت فاكتورايزابل زي ما احنا اتفقنا. عندي هنا يا مستر اكس بلس 2 راحت مع اكس بلس 2، وعندي هنا البراكت الكبير ده راح مع ده. ما عادش فاضل لي خالص يا مستر في السؤال بتاعي غير n of x it will be equal x over x minus 3. واحد يروح يغير الاكس مع الاكس ويقول لي الكلام ده ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3. طبعا لا، ما ينفعش الاكس تروح مع الاكس هنا لان في معاك ماينس او بلس، ما ينفعش تروح.
طبعا زي ما انتم شايفين الامتحان ده كان سهل جدا يا شباب، يعني كان من حظ الطلاب اللي كانوا في السنه ديت، امتحانهم كان سهل جدا جدا، يعني مفيش اي سؤال فيه تعقيد او اي سؤال فيه حاجه صعبه لغايه دلوقتي. طيب هنا جنرال فورميولا، يبقى على طول يا مستر واحنا مغمضين اي بي سي. خطواتنا ايه يا شباب؟ اي بي سي. تمام، اي بي سي. الاي ايكوال تو ده فور اي ده كويشن فور اي. الاي يا شباب ايكوال 2، البي ايكوال نيجاتيف 4، السي ايكوال 1. اول خطوه نطلع الاي والبي والسي. تاني خطوه نعمل ايه؟ نكتب الرول. الاكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت. الناس من كتر ما حلينا بقت حافظه الرول ديت اللي اول ما خدناها كنا مستصعبينها قوي ونقول ده كبيره جدا يا مستر نحفظها ازاي دي. الناس من كتر الحل خلاص الموضوع بقى بالنسبه لك سهل جدا. بي باور 2 ماينس 4 اي سي over 2a. After that substitute with a b c. يعني x equal negative b يعني negative 4 plus or minus root b square negative 4 power 2 minus 4 multiply ال a اللي هي ب 2 multiply ال c اللي هي ب 1. كل الكلام الحلو ده over 2 multiply 2. طيب مستر انت عايز ايه؟ عايز approximated to nearest to decimal place. طيب جميل، خلاص من الاخر هنعمل ايه؟ مود 5 3 بالمره، ونقوم قايلين ان الاكس ايكوال، وكأن يعني حسبناه من هنا اكس ايكوال ادي مود 5 3 و نكتب في الاي 2 and equal والبي نيجاتيف 4 ايكوال والسي اللي هي كانت بكام؟ السي ب 1 ايكوال 2 بلس روت 2 اوفر 2. يبقى الاكس ايكوال 2 اوكي 2 بلس اور ماينس روت 2 اوفر 2 بلس اور ماينس. يعني السوليوشن سيت هتكون ايكوال. لو جينا عملناها بالكالكوليتر يا شباب هيطلع احنا قلنا كام؟ ايوه 1.707. هو قال لي عايز 2 ديسيمال بليس، يبقى ال7 ده ريتش هيخلي الزيرو ده 1 فهتبقى 1.71. طيب والثانيه 0.29. تمام، ال2 مش هتكبر ال9 يا عم مصطفى. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الحل بتاعنا او كويستشن 4A. احنا عايزين 2 ديسيمال بليس اللي بعد ال9 يا محمد، اللي بعد ال9 ما يكبرش. اوكي، كويستشن نمبر 4B. ايه ده؟ بروف ذات ان 1 ايكوال ان 2. ده جات لي في كل الاختبارات اللي فاتت في 2019 و21 و22 كله هو نفس السؤال ده تقريبا. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ هنعمل فاكتورايز دومين سمبليفاي. السؤال ده برضو فيه غلطه، دي 16 ديت 16 دي كانت 16. نجيب ان 1 هيكون ايكوال 2x اوفر 2 ملتبلاي x بلس 4، ويبقى الدومين ايكوال r اكسبت نيجاتيف 4. طيب ال2 هتروح مع ال2 يعني ال n1 يا مستر هيكون عباره عن x اوفر x بلس 4. ده ال n1. نروح بقى على ال n2. ال n2 هيكون عباره عن ايه؟ ممكن نكتبه هنا بس x ملتبلاي x بلس 4. ننزل تحت، ده ايه يا شباب؟ x سكوير بلس 8x بلس 16. ده ايه؟ ده بيرفكت سكوير اللي هو عباره عن ايه يعني يا مستر؟ x بلس 4 في x بلس 4 مش ماينس x بلس 4 في x بلس 4. لو كان ديفرنس بين سكوير كنا قلنا x بلس 4 في x ماينس 4، لكن ده 3 تيرمز 3 تراينومينال تيرمز اللي هو البيرفكت سكوير، فيبقى x بلس 4 اول باور 2 او x بلس 4
في اكس بلس 4 يا ريان. طيب الدومين هيكون عباره عن ار اكسبت نيجاتيف 4. قال لا ده الدومين زي الدومين اهو يا مستر. طيب نعمل سمبليفاي بقى، اكس بلس 4 هتروح مع اكس بلس 4. ايه الباقي يا حاج؟ ايوه الباقي انه 2 اوف اكس ايكوال اكس اوفر اكس بلس 4 برضو اهو، هما الاتنين زي بعض اهو. يبقى اذا n1 ايكوال n2. كده خلصنا question نمبر 4 بالكامل. نيجي بقى على question نمبر 5. بيقول لي ال n of x equal كذا كذا. find n minus 1 of x in the simplest form showing its domain. طيب عايز n minus 1 يعني عايز اقلب، بس اقلبها بس. فاكتورايز دومين سمبليفاي. يا نهار ابيض يا مستر، ده كل الامتحان فاكتورايز دومين سمبليفاي. ايوه طب وبعدين بعد ما نعمل فاكتورايز دومين سمبليفاي هنقلب لانه عايز n minus 1 وبعد كده نجيب n نيجاتيف 1 اوف 2 بالظبط. اول حاجه الفاكتورايز، اول حاجه هنا الفاكتورايز n of x equal x minus 1 over x plus 1 في x minus 1. اول حاجه عملنا ايه؟ فاكتورايز. تاني حاجه نعمل ايه؟ الدومين. الدومين هيكون r اكسبت من فوق ومن تحت بقى، خلي بالك من الدينومينيتور ومن النيميريتور نيجاتيف 1 و1 ومن فوق 1 بس احنا كتبناها مره خلاص ما يحتاج. طيب نعمل بعد كده ايه يا شباب؟ نعمل السمبليفاي فاكتورايز دومين سمبليفاي x minus 1 تروح مع x minus 1. يعني معنى كده يا مستر ان ال n of x equal 1 over x plus 1. طب انا مستر مش عايز n of x، انا عايز n minus 1 of x. بسيطه n minus 1 of x equal x plus 1 over 1 يعني x plus 1. طيب تمام. عايز ايه تاني؟ عايز n minus 1 of 2 يعني نعمل سبستيتيوت بال 2 يبقى n minus 1 of 2 equal 2 plus 1 اللي هي 3. طيب في حاجه بقى خلي بالك منها، لو كانت 2 ديت في الاكسبت اوف دومين طبعا ما كناش ايه؟ كنا نقوله undefined او ايه؟ او not possible. تمام؟ طيب اتفضل يا ياسر. لما يطلب مني ال n minus 1 اللي هو الانفيرس، لما يطلب مني الانفيرس نجيبه من فوق من تحت. والديفايد طبعا، ومساله الديفايد بنجيبه من الدينومينيتور والنيميريتور بتاع الديفايزر. احمد اسلام كنت عايز تسال تقول ايه؟ نفس السؤال. طيب تمام. question نمبر 4 بي طبعا ده السؤال اللي هو يعني مفيش اسهل من كده، وكمان جايب لي الاي والبي ماتش والاكسكلوسيف ايفنت. يعني الانترسكت بايه؟ وانا مغمض اهو بزيرو. طب واليونيون probability of A plus probability of B بس من غير ايه؟ من غير انترسكشن. ليه؟ لان هما ماتش الاكسكلوسيف ايفنت. بيقول لي الاي ب 0.5 والبي ب 0.3. عايز الانترسكشن؟ خلاص يا مستر ما احنا عارفينه الانترسكشن بسهوله جدا بكام؟ بزيرو من غير اي مجهود. تمام؟ ولا قوانين ولا اي حاجه، بزيرو لان ده في الديفينيشنز. تمام؟ طيب بعد كده عايز اليونيون، هيبقى probability of A يونيون B عباره عن 0.5 بلس 0.3 equal 0.8. وكده خلصنا الاختبار بالكامل، واتمنى تكونوا فهمتوا الاسئله ديت، وان شاء الله جات لكم زيها تقدروا تحلوها بسهوله جدا ان شاء الله. والسلام عليكم.